السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب الجميع يكون بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. هسمعكم فيديو دلوقتي، ولكن للأسف مش هيعجب ناس كتير، عشان إحنا كده بجد والله العظيم. إحنا كده دايما، الحياة بتزعل دايما. لما تتكلم في الحق أنت كده بتبقى وحش، لما بتكشف للناس الحقيقة أنت كده راجل ضلالي. اما واحد زي الكابتن احمد شوبير اللي بيطلع للنهار يعني شغله بس ان هو يدافع عن النادي الاهلي في الباطل قبل الحق، ده الراجل التمام، وهو ده الاعلام الحقيقي، وده الاعلام اللي بينصف. ليه؟ لانه دايما بينصف النادي الاهلي. فالفيديو اللي انا هسمحه لك فضيحه للكل، للاعلام وللنادي. طبعا انتوا عارفين مين النادي اللي بيرتكب جريمة خيانة بمساعدة مسؤولين كتير داخل المنظومة الرياضية للمنتخب الوطني. وانت بتسمع الفيديو بتمنى من كل اخواتي وحبايبي ادعمونا يا جماعة بلايك للفيديو ده عشان نوصل لأكبر عدد من جمهورنا العظيم، وكمان عشان صوتنا يوصل، وعشان الناس كلها تعرف كيف تدار الرياضة داخل مصر، كيف تفضل بعض الأندية أو النادي الأوحد على المنتخب الوطني، كيف تفضل أو يفضل المصلحة الشخصية بتاعة النادي الكبير، النادي العظيم، ويكون فوق مصلحة منتخب بلدك. يلا بينا نسمع. خيانة للمنتخب الوطني، وأنا أحمل المسؤولية، مسؤولية خيانة المنتخب الوطني لأعضاء مجلس اتحاد الكرة والسادة رموز الإعلام، وأغلبهم المنتمين للإعلام الأحمر، والبوق الأول للنادي الأهلي، وعدد من البرامج المحترمة في قناة محايدة اللي هي قناة أون. أحملهم مسؤولية فشل المنتخب، وأحملهم من الآن مسؤولية تدمير مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026، وبحملهم مسؤولية الإخفاق المنتظر للمنتخب الوطني أمام منتخب تونس، وأحملهم مسؤولية تراجع تصنيف المنتخب الوطني، وبالتالي تراجع أو تهديد المنتخب أن يأتي في مركز أفضل من أجل الدخول في حسابات أفضل لتصفيات أسهل للمنتخب. أحمل كل هؤلاء وكل من في المشهد مسؤولية خيانة المنتخب للمرة الثانية في كأس العالم مرة أخرى، بعدما تم خيانة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 برعاية اتحاد الكرة وبموافقة الأستاذ حسام البدري. وبين قوسين أنا قاصد كلمة أستاذ لأنه مش كابتن، أنا قاصد كلمة أستاذ حسام البدري، وبرعاية الأستاذ حسام البدري الذي وافق على منع تجمع المنتخب من أجل مجاملة النادي الأهلي اللي كان عنده مباراة يوم 24 في الشهر، ورفض أن يتجمع المنتخب آخر 5 لغاية 10/6 من أجل خوض مباراة أو مباراتين وديات ثم الارتفاع في التصنيف، وبالتالي ترتب عليه أيضا منع التجمع بتاع شهر 9 أو شهر 10، لأنه أضاع شهر 6، فأضاع تجمعين و3 بسبب مجاملة الأهلي اللي بالمناسبة في الموسم ده خسر نهائي أفريقيا. كل ده ليه؟ لأن الأهلي كان رايح يلعب نصف نهائي أفريقيا بعد 24 يوم، هتاخد منهم 8 أو 9 أيام، هيبقى قدام النادي الأهلي مش أقل من 15 إلى 16 يوم للاستعداد لمباريات نصف النهائي الأفريقي. ولكن ضرب اتحاد الكرة بقيمة ومصلحة المنتخب المصري عرض الحائط، وداس باللفظ على مصلحة المنتخب لإرضاء النادي الأهلي، فدفعنا الثمن غاليا ووقعنا في التصفيات مع منتخب أعلى في التصنيف وأقوى، هو المنتخب السنغالي، وخرجنا. ولم يحمل أحد، لا حسام البدري، لا الأستاذ حسام البدري، ولا إدارة النادي الأهلي مسؤولية ما حدث. تتكرر المصيبة مرة أخرى برعاية الإعلام الأحمر، وتتكرر مرة أخرى برعاية منظومة بالكامل قاعدة تخدم نادي واحد. واللي شفته في المؤتمر النهاردة للسيد روي فيتوريا كارثة جديدة تضاف لكوارث، خلينا نقول إهدار حقوق المنتخب من أجل مجاملة نادي، من أجل مجاملة نادي هيشارك في بطولة ليس لها قيمة. بطولة السوبر خسرها أو كسبها ليس لها قيمة أمام تصنيف أفضل للمنتخب وتجهيز أحسن للمنتخب
وارتفاع في تصنيف المنتخب على مستوى قارة افريقيا وعلى مستوى العالم. كل ده لا يعني السادة أباطرة الإعلام المحايد، ولا يعني المسؤولين في نادي الوطنية والمبادئ، ولا يعنيهم أي شيء. يعنيهم فقط الضغط على المنتخب والضغط على كل من تسول له نفسه أن يقول كفى أو يرفع شعار الصالح العام أو أهمية دعم المنتخب والكرة المصرية أو مصلحة الكرة المصرية. هؤلاء ناس لا يعلمون إلا مصلحة كيان واحد وهو النادي الأهلي، وليذهب ما دونه إلى الجحيم بما فيهم المنتخب. هذا هو شعارهم، وهذه هي تصرفاتهم، وهذه هي أخلاقياتهم وأدبياتهم في التعامل. الحقيقة امبارح كانت مداخلة كارثية للسيد مدير المنتخب مع البوق الأول المساند للنادي الأهلي، طبعا السيد أحمد شوبير غني عن التعريف، راجل إعلامي كبير وأنا من محبيه جدا وعاشقيه. هذا الرجل يعني يضرب مهنة الإعلام في مقتل، وسبحان الله بنجيبه يحاضر بالأجيال القادمة على إنه رمز إعلامي، بيروح يحاضر في كليات الإعلام، وأنا أشك إن هو دارس في كلية عليا للإعلام. أنا اللي أعرفه إن هو خريج معهد التعاون، معرفش، يا ريت صححوا لي يعني هل خد مثلا تعليم مفتوح كلية؟ نتمنى أن يكون خد تعليم مفتوح، لأن دي برضه هتبقى نقطة سوداء في ملف التعامل في المجال الإعلامي الرياضي. فالسيد الجميل الإعلامي الراقي المتميز الوطني المبدع السيد أحمد شوبير عامل المداخلة علشان يضغط على مدير المنتخب ويقرره يعني ايه يقرروا؟ يقرروا هتسيبوا اللعيبة للأهلي ولا لا؟ قال له ما احنا اتفقنا وحصل اتفاق، والاتفاق كان ان احنا هنسيب 5 لاعبين للأهلي وهناخد 4، احنا ما ضمناش 9 لاعبين، سيبنا 5 لاعبين اللي احنا خايفين ياخدوا انذارات، وخدنا 4 لاعبين. ده القوام الرئيسي للمنتخب المصري. احنا لازم نفوز ماتش اثيوبيا علشان نقاط التصنيف، لو تعادلنا او خسرنا لا قدر الله هنخسر 23 نقطة تقريبا في التصنيف، يعني هنرجع تصنيفنا في مرحلة خطر. عندنا مباراة مهمة جدا ودية امام منتخب تونس اللي متفوق علينا، فبالتالي لازم نفوز علشان نعلى في التصنيف، لان ده الهدف وتثبيت التشكيل. وانا عايز القوام الرئيسي للمنتخب، واحنا اتفقنا وقالوا لنا حاضر، وفجأة لقينا بيان مخالف للي احنا اتفقنا عليه. كالعادة مهما تتفق ومهما توافق ومهما تسيب لهم، لا، يحط رجله الاول ويتفق، تتفق معاه، تبدا تاخد خطوه يهيج الدنيا عليك، يقول لك لا هات لي كذا. طب ما احنا اتفقنا خلاص، الراجل طلع عليه اتفقنا وعملنا زوم ميتنج، كلمنا السيد خالد بيبو وفيتوريا اتكلم معاه وخلاص متفقين. اتفاجئنا ببيان مخالف للي حصل. هل الكابتن احمد شوبير وقف وانتقد قال لا طالما في اتفاق يبقى الصالح العام للمنتخب اهم، ورسالتنا للمنتخب ان يعني وللنادي الاهلي ان يدعم المنتخب، و4 لاعبين ليست نهايه العالم، خصوصا ان عندك لاعبين اخرين. ده في الاحلام. انت مستني احمد شوبير يقول كده، يقول ما يملي عليه ضميره الوطني ان انا بدعم المنتخب؟ لا يا حبيبي، اسمع قال له ايه. السؤال اول ما بدأ قال له هل من الممكن ان تحدث انفراجة ويحدث تغيير في القائمة لصالح الاهلي؟ ادي اول سؤال، انفراجة في الازمة وتغيير في القائمة لصالح الاهلي. يعني احمد شوبير قاعد يعرف المشاهد والمستمع وهو بيكلم مدير المنتخب ان الانفراجة في الازمة هتحصل لو المنتخب قلص لعيب الاهلي وساب اللعيبة للمنتخب وساب اللعيبة للاهلي. يعني مدرب المنتخب يسيب ال4 لعيبه. بيقول له هل بعد بيان الاهلي وبعد الكلام في المؤتمر هل حصل اتصالات علشان انفراجه في الازمه وترك اللعيبه للاهلي؟ هي انفراجه في الاهلي، انفراجه في الازمه يعني اترك اللعيبه للاهلي؟ يعني هي الازمه ان الاهلي عايز لعيبته، ومش ازمه بالنسبه لك ان المنتخب رايح يلعب ماتش ولو خسر هنروح في داهيه في التصنيف، واذا لعبنا تونس ومعناش لعيبه وخسرنا هنروح في داهيه اكتر في التصنيف قبل كاس العالم وهتنزل وهتتورط. كل ده مش ازمه، انما الازمه ان الاهلي عايز 4 لعيبه ومش موافق ان تساب له 5 لعيبه، عايز ال9 لعيبه يطلعوا من المعسكر.